في لقائه مع العرب التونسي خلى نادي حمام الأنف في المقابلة بقوة وهدد مرمى الفيدوسي منذ البداية. هذه عملية فيها ضربة جزاء، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. كنزاري يتوغل والمسكيني بركبته يمنعه من الدخول، ضربة جزاء والحكم يعلن على مواصلة اللعب. الملعب التونسي صنع اللعب في الشوط الثاني واحتكر الكرة واستغل النقص العددي لنادي حمام الأنف بعد خروج بن سلطان للحصول على الإنذار الثاني منذ الدقيقة العاشرة، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع حمام الأنف لأنه ما حاولش يدخل بالكرة من الأجناب. وضيع فرصة والميساوي والحارس الحمروني يتصدى ثم الدفاع في الركنية. مراد حمدي يتوغل يوزع وقفة تمر جانبية ركنية. الميساوي ومراد حمدي قبل ما تطيح الكرة في القاعة يسجل هدف الانتصار للملعب التونسي. بعد هالهدف وصل الملعب التونسي سيطرته اللي فرضها في الشوط الثاني. تتالت المحاولات، الكنزاري كجناح ايسر يوزع والامام بالراس، لكن الحارس كان في المكان المناسب. الامام في وسط دفاع حمام الانف يوزع الى حمدي، لكن تصويبته الراسيه مرت جانبيه، ينتهي اللقاء بهدف وحيد.